أصحاب الرسول في مدرسة الرسول تعلموا الكثير، تدارسوا الأقوال ومارسوا الأفعال، نقلوا العلم الغزير. أصحاب الرسول كشجرة الزهور بحدائق الإيمان، بعطرها يفوح على مر العصور بالحب والسلام. أصحاب الرسول فتحوا لنا العقول وطمأنوا القلوب، هم قدوة الأجيال وذللوا المحال، أناروا لنا الدروب. خالد؟ عمرو، يا لها من صدفة. حقا يا أبا سليمان. إلى أين أنت ذاهب؟ قل لي أنت أولا، إلى أين؟ أصارحك وتكتم سري؟ بالطبع. والله لقد استقام الأمر لمحمد، وإن الرجل لنبي، فمتى سنسلم إذن؟ معك حق، أنا أيضا كنت ذاهبا إلى رسول الله في يثرب بعد أن بايعت النجاشي على الإسلام. النجاشي؟ نعم، أسلم هو الآخر ويخفي إسلامه عن شعبه حتى لا تكون فتنة في الحبشة. إنه عثمان بن طلحة. اكتم عنه عزمك على الإسلام حتى نعرف ما وراءه. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، أظن أنكما لا تنتظران مجيئي. بالطبع لا، فلا أحد فينا يعرف أنك خارج من مكة الآن. أنتعاهد على ألا يعرف أحد؟ حسن، فليكن سرا بيننا، ولكن إلى أين أنت ذاهب؟ إلى رسول الله في المدينة. تقول رسول الله؟ نعم يا خالد، قوي محمد وأصحابه بالإسلام، وقوي الإسلام بهم، وأرى أنه قد حان الوقت لأعلن إسلامي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التحية، ثم سأل عمرو: لماذا تأخرت يا عمرو؟ ألم تأت من مكة لتبايعني مع صاحبيك؟ نعم يا نبي الله، ولكن بشرط، عاهدني أولا أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألا تعرف أن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يجب ما قبله؟ وأضاف صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، مد يدك لتبايعني. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. هكذا أسلم عمرو بن العاص، فكسب الإسلام وكسبه الإسلام، أسلم بصدق وإخلاص، حتى قال عنه النبي لاحقا: أسلم الناس وآمن عمرو. ثقة منه في دهاء عمرو وكفاءته العسكرية، أمره رسول الله على سرية من 300 جندي إلى قبيلة قضاعة يدعوهم إلى الإسلام، وعسكر الجيش عند ماء تسمى ذات السلاسل، فسميت الغزوة بهذا الاسم. وكان عمرو قد أرسل إلى رسول الله يطلب المدد العسكري لإنجاز مهمته، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أخرى من 200 مقاتل من المهاجرين والأنصار، فيهما أبو بكر الصديق
وعمر بن الخطاب، وقد أمر على هذه السرية أبا عبيدة بن الجراح. فوجد عمرو أن الجيش قد أصبح له قائدان في نفس الوقت، فكان عليه أن يتخذ قراراً سريعاً. مرحبا بأخي أبي عبيدة أمين الأمة، كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرف أنك قائد المدد، وتعرف أنني قائد الجيش في الأصل، ولكي ننتصر لا بد لنا من قائد واحد، وأرجو أن يكون أنا. نزل أبو عبيدة على رغبة عمرو بن العاص، وترك له قيادة الجيش كله بناء على تعليمات النبي بألا يحدث أي خلاف في جيش المسلمين. مرحبا بالقائد المنتصر، ينتظرك رسول الله في المسجد. عرفت أن عمر بن الخطاب قد شكاني له. شكاك عمر لأبي بكر وأنتم في المعركة لأنك رفضت أن يشعل الجنود النار للتدفئة. وهل أسمح بإشعال نار ترشد العدو عن مكاننا فينقض بجيشه علينا؟ اطمئن، أقر رسول الله رأيك كما أقره أبو بكر من قبل. ولماذا إذن ينتظرني رسول الله الآن؟ يريد أن يبعثك إلى جيفر بن الجلندي ملك عمان برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. تبدو مهمة صعبة. أعرف أن جيفر هذا عنيد جدا، وربما يختار الحرب على الاستسلام. لهذا اختارك رسول الله لتفاوضه، يرى أنك بذكائك ودهائك تستطيع أن تقنعه بخيار الإسلام. لابد إذن أن أبحث عن مفاتيح عقل جيفر. أعرف أن له أخا أصغر يسمى عبد. إذن يكون عبد هو طريقي لجيفر. كيف؟ ما دام عبد هو الأخ الأصغر، فهو لم يصل بعد إلى السلطة التي سيكون متشبثا بها أخوه جيفر. بالطبع. وسيكون إقناع عبد بالإسلام أسهل من إقناع جيفر، ولذلك سأبدأ بعبد قبل جيفر، ثم يساعدني عبد في إقناع أخيه. أما بعد، فإني أدعوكم بدعوة الإسلام: أسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما فإن ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. إنها رسالة تهديد. بل رسالة سلام، وأراد النبي أن يوضح لكما عواقب رفضكما لهذا السلام. ذكرت لي من قبل أن دينكم يتيح للناس حرية الاعتقاد، فكيف تفرضون علينا الآن الإسلام؟ أنتم الذين تفرضون الكفر على شعبكم وتمنعون الناس من حرية الاعتقاد، وإن المسلمين لا يفتحون البلاد حتى يحرروها من بطش حكامها ويتيحوا حرية التدين لمواطنيها. وإذا رفضنا الإسلام وفي نفس الوقت راغبنا ألا نحاربكم، إذن نحكم بلادكم دون قتال، ونقيم فيها دولة الإسلام، وندافع عنكم ضد أعدائكم مقابل جزية تدفعونها لنا. وما الجزية؟ مبلغ قليل يدفعه غير المسلم في دولة الإسلام، ويستثنى منها النساء والأطفال والشيوخ وكل من لا يقدر على القتال، والجزية أقل من الزكاة التي ندفعها نحن المسلمين في كل الأحوال. حسن، دعنا نتشاور في الأمر. سأمهلك أيها الملك إلى الغد. ماذا ترى يا عبد؟ أرى أن نسلم فنسلم. إنه ملكنا وملك آبائنا. رسالة نبيهم واضحة: إذا أسلمنا ولانا على عمان فلا يزول ملكنا. استطاع عبد أن يضغط على أخيه الملك جيفر حتى قبل بدعوة النبي، وهكذا نجحت خطة عمرو بن العاص في دخول عمان كلها في الإسلام. كافأ النبي عمرو بن العاص على نجاحه في مهمته في عمان، وكان عمرو قد دفع كثيرا من زكاة ماله عندما دعا الرسول الناس إلى الزكاة، فعينه صلى الله عليه وسلم واليا على جمع الزكاة.
أنا يا رسول الله. أكد صلى الله عليه وسلم أنه عمل محبب إلى قلب عمرو، وقد مارس ما يشبهه في الجاهلية، كما أنه سيكون له نصيب من الزكاة المجموعة لأنه من العاملين عليها. والله يا رسول الله إني لا أطمع في أن آخذ لنفسي من مال الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح. لم أستطع أن أبقى في عمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نفق جميعا من صدمة وفاته حتى الآن، ولكن أبا بكر خليفة رسول الله يسير على خطاه صلى الله عليه وسلم، وما زال مصرا على أن تستمر في ولاية الزكاة. بارك الله في أبي بكر، استطاع أن يجمع شمل المسلمين بعد وفاة الرسول. ولكن كثيرا من القبائل التي كانت حديثة عهد بالإسلام قد ارتدت بعد موت النبي، منها من ساوم على دفع الزكاة، ومنها من أراد أن يخفف من أعباء الصلاة، ومنها من ظهر فيها الكذابون مدعوا النبوة أمثال مسيلمة بن حبيب وسجاح. لهذا يا عمرو يرى أبو بكر ألا تعود إلى عمان، وأن يكون مقامك معي في حروب الردة. حروب الردة؟ نعم يا عمرو، فلن يبقى الإسلام على الأرض إلى يوم الدين إلا إذا حاربنا هؤلاء المرتدين. على العهد يا خالد، نبذل النفس والجهد والمال حتى نقضي على هؤلاء المرتدين أو يعودوا إلى حظيرة الإسلام. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، عقولهم مضيئة قلوبهم جريئة. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، تحملوا الرسالة من خير من يقول أصحاب الرسول. نلقى الأحبة محمدا وصحبه، صحابة البشير نجومهم تنير. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، مواقف البطولة تسمو بها الرجولة.